النهارده الخميس، وطبعا انا وعدتكم ان انا هعمل لكم جوله في الشقه بعد ما تنضف بقى وتبقى زي الفل. وانا ان شاء الله باذن الله عند وعدي، احنا لسه في اول اليوم لسه طبعا ما خلصتش المطبخ، بس البيت من بره زي الفل يا دوبك. بس على الفرش يعني همسح مسحه اخيره كده، تلميعه اخيره بشويه معطر، وهجيب السجاد من فوق وافرشه. لكن المطبخ زي ما انتم شايفين، يا ولاد، منظره ما يسرش عدو ولا حبيب. هقدر اخلص ده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده. هنشوف هنعمل ايه في الفيديو ده، وهعمل لكم كذا فيديو النهارده. يعني فيديو الجوله ده هيبقى اخر اليوم، خلينا متفقين كده ان فيديو الجوله باذن الله يا رب، باذن الله الحق اخلص. ادعوا لي بس ان ربنا يقويني، لان انا داخله على مهمه شاقه مهمه صعبه مش اي حاجه. السجاده دي طبعا عايزه اقول لكم ان انا غسلتها امبارح ونقعها من اول امبارح، بس برضو مطينه في 60 نيله، وهغسلها شكل كده، هغسلها مره واثنين وثلاثه، مش عارفه بجد اعمل فيها ايه. فهتقولوا لي سيبك بقى من السجاد وخشي على المطبخ، خايفه منه. انا مش عارفه انا بقول كده ازاي، بس بجد انا خايفه من المطبخ. عايزه ام محمد معايا في المطبخ، بس خلاص بقى مفيش، ام محمد مشيت خلاص. و عماله اهرب منه. فاكرين الهروب لما كنت اقعد اهرب من الشقه وما ببقاش عايزه اعملها، واهرب لفوق عند الطيور مثلا، اهرب في اي مكان. هو ده بالظبط اللي حاصل معايا دلوقتي. بس خلاص انا وعدتكم ان انا خلاص هخلص النهارده، فان شاء الله باذن الله ربنا يقويني على اخر اليوم اكون خلصت، وانزل لكم الجوله بالليل، عشان بس ما حدش ينتظر الجوله بالنهار. انتوا بالنهار هينزل لكم الفيديوهات اللي انا هشتغلها. يعني انا هشتغل طول النهار، فكل ما اعمل حاجه. نعم ماشي. طنط تهاني جت، هروح اشوف تهاني وجايه لكم يا ولاد. لا مؤاخذه يا ولاد، صاحبتي جت وقعدت معايا شويه وقالت لي تعالي معايا نروح نرجع الكحل، وتعالي معايا ركبيني، فاتعطلت. اديني خدت لي بتاع ساعه ونص ولا ساعتين اهو، ما علينا مش مشكله. يلا المهم يا ولاد، ايه زي ما انتم شايفين بقى كده، رجعت للسجاده تاني وقعدت ادعك فيها كده. اصل دي سجاده اوضه الضيوف، فلازم يعني بصوا بالمره بقى، انا ما بغسلش سجاد كل يوم ولا كل شهر، واحد بيغسل سجاد كل سنه. فهاخد نفسي بس طالعه من على السلم، والجو حر قوي بره بجد. البيت نعمه، الشارع والعنار. فكنت اقول لكم ايه، والله ما انا فاكره. فاهو اديني بدعكها، وان شاء الله تنضف وتبقى حلوه. صليتوا على النبي يا اولاد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق، وعلى اله وصحبه وسلم. اذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. استغفرك ربي واتوب اليك. قولي معايا يا اختاه، قولي وصلي على النبي. لا تكلي ولا تملي من الصلاه على الرسول طول اليوم، وطول ما انت شغاله صلي على النبي، واذكري الله واستغفري وسبحي وحوكلي، وقولي الحمد لله وسبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ادعي دعاء سيدنا يونس في بطن الحوت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. كل الادعيه دي جميله يا جماعه، جميله قوي. خلي لسانك دايما يبقى يتعود على حاجه زي كده، بدل ما تكوني متعوده مثلا على الكلام الفاضي والشكوى وفلانه عملت لي وفلانه قالت عليا وفلانه مش عارف ايه، وتقعدي تختبي دي وتنمي على دي. لا، عودي لسانك كده دايما ان هو سبحان الله هتبقى حاجه اوتوماتيك بعد كده. يعني سبحان الله بجد، ديننا جميل قوي، ديننا عظيم قوي. حسنات كده طول ما انت شغاله، وتنوي بقى طول ما انت شغاله كده. في شغل البيت متعب، مش هقول لكم ان شغل البيت سهل، متعب في الحر وفي الشتاء وفي كل وقت متعب. بس تقدري ان انت تاخدي من وراه، تؤجري عليه، تاخدي من وراه حسنات. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من اذانا، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من قال علينا حاجات مش فينا اصلا. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي اسمها ماجدة كمال. بجد الست مش ساكته يا جماعه، مش ساكته. يعني شوفوا الكلام اللي انا قلته امبارح، والحسبانه اللي انا حسبنتها امبارح فيها، وبرضه هي ما فيش فايده. يعني انا عملت كام فيديو امبارح، والله العظيم معظم الفيديوهات هتلاقوها كلام ايجابي، وناس بتشجعني وناس بتقولي كلام حلو. ودي الوحيده اللي سبحان الله مزقوقه في النص كده، كلامها سم، كلامها زي الطوب كده، بتحدفك بالطوب دبش. فحسبي الله ونعم الوكيل فيها. شوف انا كل ما افتكرها والله اتحاسبن عليها. يا رب مش هقول غير يا رب فوضت امري
فيها لله، فوضت امري ليك يا رب فيها. ارني فيها عجائب قدرتك يا رب. والله بجد يعني بتخليني كده دمي يفور يغلي من كومنتاتها اللي شبهها كده والله العظيم. فيلا الحمد لله، الله المستعان. الله المستعان. الواحد لما بيشوف النماذج اللي زي كده بيحمد ربنا على نعمة ان هو انسان مؤدب، انسان ما بيعرفش يأذي، انسان لسانه بيصون لسانه، ما بيسيبش لسانه كده في اذية خلق الله. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحدة بتأذيني بكلامها، في كل واحدة متعمدة ان هي تضايقني. حسبنا الله ونعم الوكيل بس، وكفى، كفاية. مش فاضية اصلا، مش فاضية للناس دي، مش فاضية للعالم دي، مش فاضية للاشكال دي. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلصنا السجادة، نخش بقى على المواعين. واحنا عند المواعين هتخلص ما بتخلص. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفرك ربي وأتوب إليك. شوية مواعين بقى نغسلهم كده مع بعض في السريع، وهخلص بقى المواعين. اخش بقى عندي كوم غسيل، كمية ملايات، والاكياس الملايات، اكياس المخدات كلها متوسخة. عندي انا عجز في موضوع اكياس المخدات. خلاص بقى يا عم الحاج، بسجل فيديو الله يهديك. بصوا يا جماعه، امبارح لما بقول لكم زوجك لما يجي يكون عايز ينكد عليكي او يبقى متضايق ويقعد يقول لك كلام يضايقك والكلام ده كله، فانا قلت لكم انا بعمل ايه، ودي فعلا بامانه والله. مهما يقول ومهما يتكلم بكبر دماغي ولا كأن الكلام ليا. يعني عايزه اقول لكم امبارح يعني سمعت كلام يعني مفيش حد فيكم يستحمله والله العظيم. كلام صعب جدا ولا كأن الكلام ليا، عادي خالص. جاب الليل كان مش عارف عايز بتاع ده حاجه جنبه وجعه، عايز بقدونس مغلي. فلقيته ايه، هو مع نفسه كده حاسس ان هو لا يعني غلط فيا جامد بالنهار، وقال لي كلام ما ينفعش ان هو يقوله. وما لقيش رد فعل مني خالص خالص، ولا رد فعل ايجابي ولا رد فعل سلبي، ولا رديت اصلا. كنت تقريبا ساعتها بغسل مواعين زي كده او بعمل حاجه، انا شغاله في اللي انا بعمله خلاص. قعد يتكلم مع نفسه، يقول مع نفسه. جاب الليل حس ان هو لا غلط فيا، فلقيته بيتكلم كويس. بس انا كنت خلاص بقى، انا مفيش، باخد بقى كام يوم على ما ارجع بقى وصفه. فاهمين قصدي؟ يعني بزعل جواني مع نفسي، بس ما بعرفش اتعامل كويس. يعني مش هقول لكم مثلا ان انا بارده او ما بحسش او كده، لا بحس طبعا، والكلام بيأثر فيا، بس ما بيبقاش ليه رد فعل. رد فعلي بقى بيفضل كام يوم على ما انسى الموقف ده. احمد بتعمل ايه؟ صلي الظهر يلا. الكلام بيأثر فيا كل حاجه، بس خلاص بقى ما بقاش عايزه اتعامل مع الشخص اللي قدامي خالص. اعملي لي كذا ماشي، اغلي لي شويه بقدونس تمام ماشي، بس هتتكلم بقى وتضحك لا ما فيش. اصل انا بشر برضو، مش حاجه ما بتحسش خالص الدرجه دي. انا ما بردش ما بقاش ليا رد فعل، بس بقى رد فعلي زي ما قلت لكم كده تناحى بقى، ما بقاش عايزه اتعامل اصلا. فكده يعني ربنا يقويني. بعد ما اخلص بقى المواعين انا كنت بعمل ايه؟ باكل. عندي شنطه بتنجان رايحه جايه عليها، واقشر واكله. اخلص بقى المواعين، وزي ما بقول لكم خايفه والله العظيم، خايفه قوي من البوتاجاز ومن التلاجة. مش عارفه خايفه منهم ليه، مع ان هياخدوا مني شويه وقت بس هينضفوا ويبقوا زي الفل. هعملهم ان شاء الله. ما ان انا وعدتكم يا جماعه ان انا اعمل لكم الجوله بالليل. استحملوني بقى طول النهار كده، هنزل فيديوهات خاصه بالحاجات اللي انا بعملها. يا رب ربنا يقويني ويقدرني كده واقدر اعمل لكم الجوله على بالليل ان شاء الله، ويبقى البيت كده نضيف وزي الفل وزي القشطه. يا رب يا رب يا رب يا رب. عايزه بقى بعد ما اعمل الجوله دي وافضى كده من البيت وتنظيف البيت، اشتري بقى شويه ديكورات بسيطه كده، حاجات بسيطه كده، زرع كده يتحط في المطبخ. وانا ما بحبش الحاجات دي بصراحه، بس هي بتدي شكل. بس ما بحبش، مش عارفه. البنت بنتي لما كانت في ثانويه، يعني انا بكلمكم دلوقتي وانا قاعده في اوضه ريم، ماليه الاوضه بتاع ده
تابلوهات ورفوف كده وحاجات كانت طالعه موضه ساعتها. بس الحاجه محطوطه دلوقتي مش عارفه، عايزه اشيلها من الحيطه وارميها اصلا. عارفين انتوا الحاجات اللي بتتعلق في الحيطان، الرفوف اللي بتبقى مربعات وعلى شكل سداسي خليه النحله مش عارفه ايه، مش عارفه الحاجات دي، مش حاسه يعني، ما اعرفش، ما بحبش الحاجات دي بصراحه. بحب الدنيا تبقى ساده كده قدامي، مفيش اي تفاصيل كده، مفيش اي رتوش. مش عارفه مين فيكم زي حياتي كده. وفي ناس بقى بتحب قوي الديكورات وتقعد تحط في حاجات وتزوق وتزين ومفارش ومش عارف ايه. ده انا بكره المفارش دي كره العمى، ما بحبش المفارش دي ابدا ابدا، ما اعرفش ليه والله بجد. احب الحاجه تبقى ساده كده. المهم ايه، غسلت المواعين ورجعت للسجاده تاني. كنت ناقعه السجاده دي، انا لازم هفضل وراها لحد ما انضفها كده تنظيفه حلوه، تنظيفه محترمه. انت بتقول ايه يا احمد؟ بتعمل ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب يلا يا حبيبي صلي الظهر وامسك المصحف بقى، اصل الاجازه طويله، هنقضيها في ايه؟ هنقضي الاجازه دي كلها في ايه؟ يلا يا حبيبي المصحف عشان ناخد المنهج الجديد بتاع سنه 6. انت عندك في سنه 6 6 اجزاء، عندك 6 اجزاء جداد على القديم. انت تقريبا في سنه 6 يا مودي لازم تختم نص القران لحد الكهف، لازم تختم نص القران. المنهج بتاعك لحد الكهف تقريبا. اسال بابا كده، قول شوف المنهج بتاع سنه 6 من فين لفين عشان نبدا. اصل الاجازه مش هتعدي كده يا احمد. تعالى كلمني، ايه اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ احنا اتفقنا الاجازه هيبقى فيها قران وفي كورس انجليزي بس، مش اكتر من كده. ولعب بقى. اول ما انا افضى بس من البيت كده هدورلك على ايه، على مدرسه كده تديك كورس انجليزي، او انا انزل لك كورس من على النت ونذاكره انا وانت. وفي الاحلام امال هنقضي الاجازه في ايه؟ لعب الاجازه كلها لعب؟ لا. هما اسمها اجازه ازاي؟ اجازه، ما احنا كنا صيح في المدارس، احنا في المدارس كنا واخدينها اجازه. اسمها اجازه ازاي؟ ما هي اجازه للناس اللي تعبت في الدراسه، احنا ما تعبناش. اجازه ازاي؟ لا احنا مستوانا في القران والانجليزي زفت. نشتغل نعمل حاجات زي هتشتغل ايه وانت هتشتغل ايه؟ باذن الله. هتشتغل ايه؟ عايز تشتغل ايه؟ حيوانات. تشتغل في الحيوانات ازاي؟ في محل حيوانات؟ تعمل ايه بقى؟ تغير لهم البامبرز؟ لا، امال ايه؟ احط لهم اكل والله هو ده شغل؟ ومرتب في الشهر 5000. 5000 هيروح يشتغل في محل حيوانات، يحط لهم الاكل وياخد 5000 في الشهر. طب ما تحط للحيوانات بتاعتي اللي فوق دي اكل ببلاش؟ مفيش ببلاش. لا. مساعده الام. 600 جنيه في الشهر. 600 جنيه في الشهر مساعده 100 الام. جنيه. تمام ماشي، تخلي بالك منهم وتاخد 100 جنيه في الشهر، ده حلو، ده انت رخيص قوي. على النعم. على النعمه، احنا بنحلف بالنعمه برضو. والله. ماشي تمام. ماشي من النهارده. ده انت اسعارك رخيصه قوي يا احمد. 100 جنيه في الشهر يعني 3 جنيه في اليوم. والله 3 جنيه ونص. لا، 600 جنيه في الشهر. لا ده كتير قوي كده، يعني 20 جنيه في اليوم كتير عليا. 50. لا اطلع انا اكل وميه للطيور بتاعتي وراعيهم انا بنفسي يا حبيبي. ماشي. معايا من صحيوا بقى من النوم وهيقعدوا يقولوا عايزين اكل وعايزين اكل وعايزين اكل وعايزين اكل وحاجه مرار طافح. العيش يا احمد، العيش انزل بس هاته، مش زحمه. طب بص من الشباك كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي واتوب اليك. بيتخانقوا بره على العيش. بقى احمد اللي انزل يجيب عيش يا انس وانت موجود. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي واتوب اليك.
عايزين نشوف حل الموضوع المواعين اللي ما بتخلصش دي يا ولاد. لا لا بجد حاجة صعبة، حاجة صعبة، حاجة فظيعة فظيعة. هتقولوا لي ازايز الحاجه الساقعه، الازاز دي انت بتعملي بها ايه؟ دي بقى بصوا يا جماعه، بتبل الفراخ بتاعتي وبلبسها في الازازه وبحطها تتشوي في الفرن، بتبقى تحفه. فهتلاقوني حاطه ازايز كده، ازاز عندي ازازتين انا ما بفرطش فيهم خالص، بغسلهم واشيلهم للمره اللي بعديها. ايه في هناك شراب على الحبل في البلكونه. ايه ده؟ خد يا احمد، عطاك ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفرك ربي واتوب اليك. مفيش؟ طب شوف في الغسالة، حط بقى في الحصالة، انت لسه صارف 10. انا شايفاه وبديلك، والله شايفاه كتير عليك كده، حط في الحصالة. الظهر بيأذن ولسه ما انجزتش حاجة. هخلص بقى الفيديو ده واقوم اشوف بقى يا اما البوتاجاز يا اما التلاجة، اشوف ابدأ بمين فيهم يعني، وخير ان شاء الله، ان شاء الله خير يا جماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفرك ربي وأتوب إليك.